البيتزا من الوصفات اللي لازم نحضروها في رمضان. ميني بيتزا، بيتزا كاري، المهم ننوعوا فيها. واليوم شيف صلاح الباتني قلشكم وجاب لكم بيتزا مكمله قريتها بعجينه قطنيه وبصوص طماطم جاهزه، تخلي البيتزا تاعكم تجي ضربه في البنه. وبلا ما نحكي لكم على التفرميج والديتاي راح تشوفوا في طريقه التحضير. خليكم على الوصفه. بالنسبه للعجين نحتاجوا كاس تاع الماء يكون دافي، 2 ملاعق كبار تاع فرينه، ملعقه كبيره تاع السكر وملعقه كبيره ممسوحه تاع خميره الخبز. نخلطوا هذه المكونات، نخلي الخميره تاعنا تفعل حوالي 10 دقائق، من بعد نضيف لها حوالي 2 ملاعق كبار نتاع الزيت نباتي، عندي حبه نتاع البيض، وراح نخلطهم مليح. من بعد في الاخير راح نضيفوا الفرينه بالتدريج. في البدايه درت 2 كيسان تاع فرينه، ملعقه صغيره تاع الملح، ونبداو نلموا في العجين. بالنسبه للكاس الثالث راح نضيفوا بالتدريج حتى تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه. حاولوا تخليوا العجين تاعكم طري على قد ما تقدروا. ومن بعد راح ندلكوه 5 دقائق، نغطيوه ونخليوه يضاعف الحجم تاعو. بعد ما ضاعف الحجم تاع العجين ديغازيتو وراح نفتحوا مباشره. انا فتحته على بابي كويسون. اذا انتم البيتزا تاعكم تحبوها صغيره حاولوا تقسموا العجين الى قسمين. درت الفرماج على الجناب، غلقتها مليح، ومن بعد شكلت بالموس بهذه الطريقه او بالمقص عفوا، وشكلتها بالطريقه الواضحه في الفيديو. وبالنسبه لصوص بيتزا كما قلت لكم انا يا صوص بيتزا جبت هذه الوجده نتاع كارا، وصدقوني كيف فتحت العلبه ضربتني واحد الريحه روعه، ننصحكم بها. شوفوا ما فيها حموضه زايده، زيد فيها السوائل ما شاء الله. سيرتو البيتزا كي تكون فيها صوص طوماط فيها السوائل تجي من اروع ما يكون، ما تزيدوا لها حتى حاجه، فقط نتوما ما تكثروش منها بزاف. زدت لها هنا لا غارنيتور، درت الفلفل، درت المايس، فرماج رابي، درت شيدار، موتزاريلا، شويه تاع الفيونداشي ولا البولياشي ولا طون كيما تحبوا. زدت لها شويه تاع زيتون كحل، دهنتها بصفار البيض، ودرت لها شويه تاع سينوج على الجناب، وفوتها الفرن. شعلت لها من تحت ما تغفلوش عليها باش ما تحرق لكمش، ومن بعد شعلت لها من الفوق وشوفوا لي النتيجه. درت لها شويه تاع زيت زيتون على الجناب، ودرت لها شويه تاع المعدنوس على الوجه، والنتيجه راهي تحكي وحدها. صدقوني جات من اروع ما يكون، جات خفيفه وجات هشيشه روعه. شهيتكم بالصحه، صحه فطوركم، تلقاو في عد اخر. السلام عليكم.